السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الخامس. أهلا وسهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض كتاب التقييمات من صفحة 16 إلى صفحة 38. كتاب التقييمات لغة عربية الصف الخامس. نقول بسم الله. ما تنسوش يا ابطال تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله. نبدأ من أول الأسبوع الرابع. عندك قال الشاعر: النيل العذب هو الكوثر والجنة شاطئه الأخضر. دي صفحة 16. تعال نشوف بقى التدريبات بتاعتها. أول واحدة هنا يا بطل أهو. الفكرة الرئيسية: نهر النيل مصدر الخير والعطاء الدائم للمصريين. وصف جمال النيل ووصف مياهه. أثر النيل في إصدار الزراعة والصناعة وحياة الناس. طبعا الصفح كتير جدا، فأنا هوريك طبعا كل الإجابات على أقل من مهلة خالص. وأي حاجة وقف الشاشة وانقلها بسرعة، مش انقلها بسرعة يعني، حاول تشوف إجابتك بقى إجابة صحيحة ولا لأ. واللي بالناس اللي بتراجع معايا برضو والناس اللي بتكمل كتاب التقييمات. دي كانت صفحة 17. صفحة 18 يا شباب اهي. دي صفحة 18 يا شباب. صفحة 19 بقى يا شباب اهي. دي كانت صفحة 19. يلا بينا على صفحة 20. دي صفحة 20 يا شباب. يلا بينا على صفحة 21. دي صفحة 21. ندخل على صفحة 21 طبعا. ده التعبير يا شباب اهو بتاع صفحة 21. يلا بينا على صفحة 22. يلا بينا يا شباب على صفحة 23. صفحة 26. يلا بينا على صفحة 27. دي صفحة 27 يا شباب. صفحة 27. لا، دي صفحة 25 يا شباب. دي صفحة 25 اهي. صفحة 26 اهي.
يلا بينا على صفحة 27. دي صفحة 27 يا أبطال. دي صفحة 28 يا أبطال. صفحة 29. طبعا التعبير كله اهو. ده التعبير الاولاني بصفحة 29، وده التعبير الثاني. ملعب القاهرة الدولي، ومحمد صلاح في الاخر اهو، سمر حمزة. دي صفحة 29. عندك النصر، السر، غريبة، خطط. صفحة 20 يا شباب اهي. دي صفحة 30. صفحة 31. صفحة 32. صفحة 33. الرسالة عبر الزمن. دي صفحة 33 يا أبطال. يلا بينا على صفحة 34. دي صفحة 34. يلا بينا على صفحة 35. دي كانت صفحة 35. يلا بينا على صفحة 36. ده الإعراب اهو يا شباب. دي كانت صفحة 36. صفحة 37. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. بالتوفيق والنجاح. مع السلامة.